مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبخير. الفيديو اليوم على غير العادة، يعني مش محتوانا، ولكن يعني حبينا نشارك التجربة دي مع حضراتكم. طبعا احنا عندنا بعد كام يوم حنة ابن اختي، عقبال اولادكم يا رب، عقبال اولادكم جميعا. تمام. ده كيلو من الحنة السودانية. حلو. ده كيلو من الحنة. طيب، ومعاها جبنة. المادة ديت بتتحط على الحنة، ودي يعني اسمها سراتية سوداني. حلو. ثواني فيها كده عشان تجيب الاسم. لا مش اسمها ديت اللهم صل على سيدنا محمد. المفروض بتاعتي المادة دي بتاعتي لون للحنة، اللون الأحمر، الأحمر الغامق. طبعا دي حنة عريس إن شاء الله، فأنا أخدت منها جزء صغير للتجربة. طبعا الفرح لسه أول شهر 5 إن شاء الله، وهذه حنة العريس، فأنا أخدت جزء كده، معلقتين بس في طبق صغير. هنجرب، يعني هنعجنها دلوقتي تست كده زي ما جمانة بتقول. هنعجنها. طبعا هي قالت لي ايه، انا جبتها من محل بيبيع حاجات، محل سوداني يعني. فالسيدة اللي باعت الحنة، اللي انا اشتريت منها الحنة والحاجة ديت، قالت لي اعجنها بمية دافية فقط، مية دافية. تمام. انا هنا معايا كوب من المية دافي، هناخد حبة كده صغيرين هنعجن بيها الحنة. وبعد ما نعجنها دلوقتي، احنا كده عجننا الحنة بالشكل ده. لا نخليها خفيفة خالص، ولا نخليها تكون وسط تقيلة، يعني تكون كده وسط كويسة جدا. هنفتح دلوقتي سراتية. هناخد منها نص معلقة، يعني ملعقة صغيرة. ده الكيس ده عامل 100 جنيه. الكيس ده عامل 100 جنيه. عامل زي بتاع الأرضية. يلا يا ماما، بس خلاص كفاية. بصوا انتوا ريحتها غريبة قوي. يلا بنخلط بقى. برضو الازازة ديت ب100 جنيه. ادي ب100 جنيه، والحنة ب100 جنيه. هو تقريبا وزن الحنة اقل من الكيلو. طبعا احنا هنا حطينا المادة اللي احنا حطيناها، اللي هي السراتية، وخلطنا الحنة بالماء الدافي. وبعدين هنعمل التجربة، التيست اللي احنا هنعمله على ايدي الانسة جمانة. هنحن ايديها وهنجرب ونشوف. هنحط هنا ضوافر وداير هنا في النص. اللون اللي احنا ضفناه هيطلع لون ايه؟ اللون ده يعني ايه، هيدينا الشكل اللي احنا عايزينه ولا لا. تمام. هنشوف اللون ده هيدينا الشكل اللي احنا عايزينه ولا. احنا ما اخدناش كتير، اخدنا كمية صغيرة اللي هي يعني ملعقة يعني. هنحطها على ايد الانسة، ونشوف بعد ساعة ايه اللي هيحصل. بعد ما نضيف الحنة على نضع الحنة على الايد، وبعدين نشوفها نسيبها لمدة ساعة، ونرجع نشوفها مع بعض مرة تانية. وهنا حاطين على ايدين جمانة التست بتاعنا، وننتظر. دايرة هنا ودايرة هنا وفطست صابع كده. هننتظر ساعة ان شاء الله. طيب، المفروض ان احنا بعد ما بنغسل الحنة بنضيف، بعد ما بنغسل ايدينا من الحنة بنسيبها لحد ما تنشف، وبعدين نغسل ايدينا، وبعدين ندهن ايدينا بزيت زيتون، او في مادة تاني عندهم زيت بيتباع اللي هو لتثبيت اللون، المفروض يثبت اللون.
بما اني ما جبتهوش، يعني ما جبتش الزيت اللي هو بيثبت اللون. زيت زيتون فهي بقى حلو. قالت لي زيت زيتون، يعني نمسح ايدينا بزيت الزيتون بعد ما نغسل الحنة. يعني نرجع لكم مرة تانية ان شاء الله ونشوف النتيجة مع بعض. فيديو وطبعا فترة اذا تاني. طبق، يعني اذا اللون طلع اللون اللي في دماغي انا، لان انا في دماغي لون معين، ف... فممكن انا كمان احط حنة في ايدي. طبعا يتبقى تبقى شوية. من اللي احنا الحبة اللي احنا عجناهم. تبقى الحبة دول. هنشوف بعد ما نشوف النتيجة ان شاء الله. طبعا الطبق ده انا عندي منه كتير، فده مش بستخدمه يعني، فعشان كده انا عجنت فيه الحنة، عشان ما حدش يعني ما ايه يقولش انت يقول هتستخدميه في ان الاكل ولا ازاي عجنت حنة في طبق بتاكل. لا، انا عندي كمية عدد يعني لا بأس به يعني من الاطباق ديت. فالطبق اللي انا بستخدمه في حاجة زي كده ما بحطش الاكل فيه. عندي برضو اخوه استخدمته في البخور، البخار عندي باظت، فاستخدمت واحد زي ده في البخور. ده برضو مخصص، خليته اي حاجة زي كده. يعني بستخدمها في الاشياء اللي زي كده، ما بستبعدها من اطباق الاكل يعني.